ما ذنب جسمك عندما تلطم على الجسم، وعندما تبكي بذلك الشكل؟ وعندما رأيت فيديو قبل قليل لك أيضا، وهناك شاب في مؤخرة المكان الذي كنتم فيه كان يقطع ملابسه، وما شيء معناتها لا يتقبله العقل. صح، سنجيبك الآن، سنجيبك. هذه الأشياء لا توجد عندنا في السنة. سنجيبك، لا سأجيبك. أولا، هذه الأمور التي عندنا ليس من الأمور الأصولية، يعني تركها لا يؤدي إلى النار، يعني لا تكون محور للنقاش. الله، رجل بكى على ميت قد أشادت به الأمة، أم رجل قد فقد عضو من أعضائه أمانة الله عنده، من هو الأعظم جرما؟ رجل ترك عضو من أعضائه. جميل. سنذهب إلى القرآن الكريم حسب منهجك. إن يعقوب النبي كافر. لماذا؟ لأن يعقوب أفقد عيناه على ولده يوسف، وهذا نبي، والمفروض أن يكون أكثر علما منك. أنت فهمت أن البكاء ليس له أي منطقية، هذا النبي ما فهم هذا الفهم. يعقوب النبي هذا بكاء وليس لطم وتطبير. دقيقة، بعدين سنجيبك، خلينا في البكاء وسنجيبك. تفضل. بالنهاية هو بكاء، بس فقد عيونه ما فقد عيونه؟ نعم فقد عيونه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سنت جميل. وأبيضت عيناه من الحزن. والهويدي وفي كتاب أصول الكافي يقول أبا حمزة الثمالي تبعت زين العابدين فرأيته يبكي بكاء الثكلى، بكاء شديد، فقلت يا ابن رسول الله أما حزنك ينقضي وبكاؤك يكف؟ مولاي أنت وايد قاعد تأذي نفسك بالبكاء على الحسين. قال لا تلومني يا عم يا أبا حمزة الثمالي، إن ليعقوب 11 ولدا فغاب عنه يوسف وهو يعلم إن يوسف حي، يعلم، فبكى على يوسف 40 عام فأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فكيف بي وأنا أرى سي الشباب أهل الجنة مقطعا إربا إربا على رمضاء كربلاء، لطالما كان رسول الله يقبله في نحره ويقول حسين مني وأنا من الحسين. واحد. إذن هنالك أنبياء، بل إن البكاء هو ثقافة العالم، وسمي العراق أرض السواد لأن أكثر بلدة فيها الحزن. منهجيتي قول المعصوم هو قول النبي. إذن البكاء موجود، بكاء النبي على حمزة وهو يعلم أن حمزة في الجنة، وأن حمزة شهيد من الشهداء المعظمين. تبارك وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا لغة العالم هي البكاء، لأنك عن طريق البكاء توصل ثقافة. وفي الدليل أجمل سورة في القرآن الكريم أصبحت سورة يوسف. لماذا؟ لما فيها من البكاء والحزن، بكاء الفاقد وهو يعقوب، وبكاء العاشقة وهي زليخة. فقال الإمام الصادق لا تعلموا نساءكم سورة يوسف لأنها فتنة عليهم، بل علموهن سورة النور فإنها موعظة وحكمة. فالبكاء لغة المثقفين، إيصال الفكرة. ولهذا كان رسول الله في كثير من المواقف يبكي على أمور بسيطة، يريد أن يوصل حالة من الحالات. هذا البكاء خلصنا منه، ثابت بالسنة النبوية وثابت بالقرآن الكريم. أما التطبير عندما تريد أن أناقش أنا اليوم سني أناقشه بأمر متفق عليه علماء السنة. ماذا؟ يعني أنت لربما سمعت أني الآن لم أذكر كتب إلا مسلم والبخاري، ما أذهب لغير كتب لربما. لماذا؟ لأن عندما يأتي السنة يقول له متفق عليها. فأنت عندما تريد أن تناقشني في أمر نحن متفقين عليه، التطبير لم يتفق عليه علماء الشيعة،
لم يتفق. عندنا علماء محرمين للتطبير لعدم وجود الدليل. عندنا علماء قد أجازوا التطبير من باب البركة فقط لا من باب أذية النفس. والتطبير اعتبره حجامة. اليوم أنا قبل فترة فعلت حجامة في ظهري طبيعي، خرج الدم الفاسد. أما التطبير أمر طبيعي جدا. وعندنا تبرع في الدم. يوم ولادة الإمام الحسين عندنا حملة، يوم ولادة الحسين في شهر شعبان، نتبرع في الدم للفقراء أو المحتاجين الدم. احنا نعطيه للمستشفيات، مستشفى الجمهوري في البصيسماء ومستشفى الطفل نتبرع فيها. ويوم الحسين نطبر، وإن كان ليس كل الشيعة متفق على التطبير، فهنالك خلاف في التطبير. فإذا أردت أن تناقشني ناقشني في أمر أصل عندي متفق عليه. زين، ما هو ردك على السيدة عائشة بعد وفاة أبو بكر وفاة رسول الله أخذت تلطم على وجهها؟ هل عائشة هنا مؤمنة أم كافرة؟ لا، تبقى عندي عائشة مؤمنة. طيب ليش أنا إذا لطمت على الحسين أصبح كافر؟ لا، ما قلت كافر. طيب ماكو مشكلة. عندك سؤال ثاني؟